الامتحان لا يصنف ابدا متوسط، هذا حسب ما اراه، وممكن تكون شهادتي مجروحه جدا. ما عندناش اي حاجه في الاسلام بتقول ان الست مهما عملت لا ما تضربش او مهما كانت لا ما تتضربش. لا ما عندناش. طب ما هي الآية وده رأي قاطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني. أو في مقولة أخرى والله استجنى، لو ما عملتش لايك او سبسكرايب للقناه، او انت المفروض حافظ بقى ما صليتش العشاء او المغرب او اي فرض فاتك من فروض ربنا، فاريت تقوم تصليهم وتصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، كورسات .com بتمسي بعد ثانويه عامه عرض على الانجليش، في اعتقادي ان هو مش هيتكرر. الثلاث كورسات الخاصين بالانجليش ب 700 جنيه، ده عرض بتاع ايام زمان، مالكش دعوه بسعر الموقع النهائي. المستوى الاول والمستوى الثاني كل كورس لوحده ب 500، المستوى الاول مع المستوى الثاني الاثنين ب 700، ومعاهم كورس محادثه مع نيتيف سبيكر لايف لمده 4 ساعات كل شهر مجانا. ده هديه على الكورسين دول. هتبعت لهم على الواتساب، مش بقول لك على قديمه، هتبعت على الواتساب كود فام 700 وهم هيتصرفوا ويحلوا لك كل مشاكلك ويظبطوا لك كل حاجه. ابعت لهم دلوقتي ويلا بينا نبدا الفيديو. في البدايه بس يا جماعه، علشان في ناس دخلت في الكومنتس تقول لك الشيعه انت ما ينفعش يتكفر بالمش عارف ايه. يا معلم، لو انت مسمي نفسك شيعي، وهنتكلم في موضوع التسميه ده، بتصلي زي ما الرسول بيصلي، ما بتاخدش في عرض الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ما بتقولش بتحريف القرآن، ما بتشركش حد مع الله في صفات الله، لا تنكر الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انت راجل جميل وبتعمل الحاجات دي كلها، ليه حاسب نفسك على فرقة زي دي؟ ما احنا شايفين كل الناس امثال الشيخ وليد اسماعيل مثلا وغيره من الناس اللي بتتكلم في موضوع الشيعة، واللي بيفتحوا لايف وبيكلموا الشيعة، واللي بيخاطبوا المعممين، وبنشوف فيديوهات المعممين. انت ليه تحسب نفسك على الفرقة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ مين هي الفرقة الناجية؟ مين الفرقة اللي هتنجو من العذاب ده؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. لا كان اسمهم وهابية، ولا كان اسمهم صوفية، ولا كان اسمهم أشعرية، ولا كان ما كانش مسلم زي ما سماهم ربنا مسلم. فطالما أنت دخلت في حتة الفرق، ليه يا حبيبي؟ وكله بقى مش شيعة بس، ما تحطش نفسك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك كل دي أبواب مفتوحة للنار. طب ما تتقي، طب ما تاخد جنب، طب إيه الباب اللي آخد منه جنب؟ ما عليه أنا وأصحابي اليوم، ما عليه اليوم انا واصحابي. وطالما انت منافي للمذهب ده كمنهج، انت ليه مسمي نفسك؟ يعني انت ليه مسمي نفسك تبع الفرقه دي بالوراثه يعني؟ فيا جماعه ده تبليغ مهم. اللهم بلغت اللهم فشل. ما تتخدعوش في الكومنتات، ما تتخدعوش ان ايران طالما ضرب. اقروا تاريخ ايران، اسمعوا تاريخ ايران، اعرفوا ايران عملت ايه، اعرفوا تاثير ضرباتهم. الناس اللي بتقول بس اصل ايران اللي وقفت وايران اللي نصفت، ما نصفتش، لا كانت ولا هتكون منصفه. في كان بوست منتشر كده على فيسبوك يقول لك ايه، تاريخ إيران ضربت عقيدة بعض المسلمين. للأسف صح. طولت عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول ألو. نبدأ بيوسف. لا يصنف ابدا متوسط، هذا حسب ما اراه، ممكن تكون شهادتي مجروحه جدا ان انا طالب مش مدرس، بس ولكن الحمد لله الواحد عمل اللي عليه واجتهد وذاكر وتعب وعمل اللي عليه، والله عز وجل يقول وليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف. الامتحان لا يصنف ابدا متوسط، هذا حسب ما اراه، وممكن تكون شهادتي مجروحه جدا ان انا طالب مش مدرس، بس ولكن الحمد لله الواحد عمل اللي عليه، والواحد اجتهد وذاكر وتعب وعمل اللي عليه، والله عز وجل يقول وليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. كان ايه اللي صعب في الامتحان؟ اللي صعب في الامتحان المسائل اكيد، والامتحان كان وقت ضيق جدا، والوقت كان بيسرق بصراحه. يعني المنهج ولا بره المنهج؟ لا اكيد من المنهج، بس اكيد طبعا بطريقه 10 دقايق اللي طلعوه الوزاره 10 دقايق. لا نعم، احنا عايزين بس يا جماعه نلقي الضوء على كده عشان ما حدش يلقي اشاعات على اي موقع تواصل. المراقبين في غايه الاحترام، المراقبين بيعاملونا كاباء كاولادهم جدا، وبيراعوا معانا الوقت ووزعوا الوقت عشان نكتب البيانات قبلها ب 10 دقائق كما قال السيد الوزير محمد عبد اللطيف، ووزعوا الوقت الساعه 9 بالدقيقه. فمن الناحيه دي لا، التعليمات نفذت بالحرف الحمد لله. النهارده لقينا كده. الفيزياء احسن ولا العربي؟ لا طبعا اللغه العربيه، ما كل اللي قال العربي صعب هو اللي هتلاقيه اتهم في الفيزياء طبعا. نصايح تقولها للطلبه؟ انصح اخواني بان يتقوا الله عز وجل. قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالنصيحه بان يكونوا مع الله عز وجل في كل وقت، وان يذكروا الله عز وجل. قال عز وجل
وجل: الا بذكر الله تطمئن القلوب، وان يبعدوا عن الذنوب. اللهم بارك. الفيديوز دي منتشره على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. ربنا يحرس الولد الجميل جدا يوسف وربنا يبارك له يا رب. خلينا بقى نشوف التعليقات. اغلب التعليقات اللي انتوا شفتوها على الفيديو ده: يا رب ابني يطلع زيك، يا رب ابني يبقى زيك، يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب كذا. طب حضرتك او حضرتك عايز ابنك يبقى زيه، بتعمل له ده؟ الراجل طول ما هو قاعد يشكر في والده: هو الذي اخذ بيدي، هو الذي وجهني الى الصلاه، هو الذي كذا. قاعد بيشكر في عمته، عيله ابوه. سبحان الله، عيله ابوه عادي اهي، في عيله اب ممكن تبقى عاديه. قاعد يشكر في عمته وفي مش عارف في مين وفي كذا وفي كذا، ونسب الفضل لله اولا. قول لي بقى يا حاج، انت قدمت ايه لابنك او قدمت ايه لبنتك علشان لما تشوفي حاجه زي كده تقول يا رب ابني يطلع زيك؟ ازاي؟ ما هي مش بالتمني. ما هو انا لازم اسعى في الاتجاه ده. اشوف بنتي وهي لسه صغيره تقول لك انا مش هلبس الحجاب، طب يا حبيبتي، وتلاقي الام: انا مش هجبر بنتي على الحجاب خالص، انا اجبرها على الحجاب ليه؟ هي حره. طب ما تجبرهاش على المدرسه، ما تجبرهاش على الاكل، ما هي حره. لما البنت تكبر نلاقيها نايله الدنيا. كان المفروض من وهي صغيره افهمها الصح والغلط. سبحان الله، الطفل وهو صغير انت بتزقه على كل حاجه صح بالعافيه بالاجبار. ما تاكلش ده غلط عليك، ما تعملش ده غلط عليك. اتعلم التعليم مهم ليك، تدخلي المدرسه، تدخل الحضانه، تحفظ، تسمع، تروح تيجي، لكن عند الدين حر. طب يا جماعه، ما الدين هو اللي هيخليه في كل الحاجات دي كويس، هو اللي هيخليه حد سوي. فاتقوا الله في ابنائكم، اتقوا الله في ابنائكم، اتقوا الله في ابنائكم. هتقول انا اب ومش فاضي؟ لا معلش، القوامه تحتم عليك انك تبقى فاضي. يا عم طب انا جاي تعبان وما عنديش وقت، انا يا دوب هريح، معلش اقعد مع ابني، اقعد مع بنتك، شوفهم بيعملوا ايه، شوف حياتهم ماشيه ازاي، اسمع لهم واسمع وانت مركز معاهم، مش وانت قاعد تسكرول على فيسبوك. اللي بعده: ما عندناش اي حاجه في الاسلام بتقول ان الست مهما عملت لا ما تضربش، او مهما كانت لا ما تتضربش. لا ما عندناش. طب ما هي الآية. وده رأي قاطع. وانا لو سمحت عايزه اقول، لو سمحت يا استاذه، عايزه اقرا نص دار الافتاء المصريه اللي احنا كلنا، علشان انا عارفه انتوا خلاص هتقفلوا. نقرا النص. رأي مفتي الديار المصريه ان اهانه الزوج لزوجته واعتداؤه عليها سواء بالضرب او بالسب امر محرم شرعا، وفاعل ذلك آثم ومخالف لتعاليم الدين الحنيف. والرجل إذا ضرب زوجته يكون قد ارتكب جريمة شرعا وقانونا، فلم يأذن الله أن يؤذي إنسانا أبدا. انا يعني ارد حضرتك خلصت؟ ايه، انا حاسس انكم قاعدين متربصين كده في التعليقات. خدتوا بالكم من جمله ان الدين لا يسمح ان يؤذي انسانا؟ يعني ناخد البيان كله، ما ناخدش الحته اللي هو اصلا ما فيش ضرب. الضرب اللي موجود في الاسلام هو الضرب غير مبرح. لو علمت تقسم شوف اهي، ده بسيطه خالص. حاليا احنا ما بقيناش نصنفه ضرب، ده اللي هو الهزار كده، اللي هو ايه كده. طب ضرب هيؤذي، هيسيب اثر زي ما اتقال في دار الافتاء، هو صح. بس الفكره كلها ان احنا عايزين ناخد ده ونسمع كويس من غير ما يبقى في عقليه الهجوم. تقول لي يا فرماوي، هو انت مش كنت اتكلمت على دار الافتاء قبل كده؟ هو في يا جماعه كل يؤخذ منه ويرد. ما هو دي نقطه برضو احنا عايزين نتكلم فيها، اللي هي الكره بالكليه، اللي هو غلط فانا همسحه كله. الشيخ فلان غلط غلطه، يلا نشيله كله بقى، نشيل كل مجهوداته. اذا دار الافتاء المصريه غلطت، يلا نشيل كل مجهوداتها. ولا كيف مكانك، كيف مكانك؟ ما هذا الوضوء ايها المكروت؟ اجري هناك عند الميه، اجري هناك. افتح الماء عيسى وزام. هذا وضوء باطل. هذا وضوء ايه؟ باطل. انا هكلمك بكل هدوء اهو عشان هجلدك النهارده، انا هجلدك. طب ازاي يا شيخ لوشا؟ طيب انا هكلمك بكل هدوء اهو عشان انا النهارده هجلدك. طب لوشا معلش، انت ليه سبت المحتوى بتاع العصابات بقى والشحه ومسكت في المحتوى الديني؟ هو الدين حيطه مايله؟ يعني انت لما كنت طالع بدور البلطجي فاتخذت شهرين 3 فطالع بانك تتكلم بقى في الدين وبتاع والشيخ وكده، الدين حيطه مايله يعني؟ فيا اخ لوشا بالله عليك، اللي انت بتعمله ده من ضمن الحاجات اللي فيها استهزاء، حتى لو انت عامل ده بنيه انك تنصح. ما اعرفش ايه النصيحه في الفيديو اللي انا شفته اللي هو الصغير قد كده ده، بس لو انت عامله بنيه النصح فاللي ظاهر للجمهور ان ده استهزاء، فيفضل انك تغير نوعيه الفيديوهات دي. او لو عايز تتبع طريقه النصح يعني اعملها بطريقه صح. اسال شيخ قول له اعمل ده ازاي. اسال الله ان ينفع بينا وبك. شايفك بتقول فرماوي بتاع الفيديو ده غير فرماوي بتاع الفيديو اللي فات، وازاي انت كنت ماسك الولد اللي عمال يفسر القران بالغلط. انت هتلاقيني بشخصيتين: شخصيه هاديه وبتسايس وبتدلع، وشخصيه بتنفض وتهزق وتبهدل وبالادب من غير ما شخصنها معاه. ببقى عايز اطلع
بطلعه ان هو مش فاهم، فبطلعه ان هو مش فاهم وملوش يتكلم، فيبان ان انا بقى ايه بتكبر او مش عارف عندي معلومتين بتنطط بيهم او الكلام ده. الفيديو اللي قبله بتاع الاحاديث والتشابه، لا في رد سلس مش عارف ايه. طب ايه الفرق؟ في فرق بين واحد بيتعلم بيدور بيسال عنده شبهه غلطان في غلطه، وبين واحد عامل سلاسل فيديوهات، عامل حلقات اتنصح بدل المره 20 ومستمر في تضليل الناس. الراجل بيفسر القران كاملا لوحده بطريقه غريبه جدا، وما بيعرفش يقرا ولا ايه صح. قواعد اللغه العربيه ما يعرفش عنها شيء، ومصمم انه مفسر وان كل الناس دي غلط. ومش هقول لك بقى تحريف للنص، هو تحريف لفهم النص، ودي مصيبه سودة. لو يعنق النص ده مصيبه سودة، احنا لو ماشيين على فهمه هنسقط احكام كتير. ده بياخد الكلمه بالشبه حضرتك، فده ما ينفعش تفهم الناس ان هو عنده غلط عنده تك، لا هو بالكليه محتواه غلط. انت معايا ولا مع الاسف؟ كده انت معايا. ان شاء الله باذن الله في فيديو يوم الثلاث، ابشر ابشر خلاص ان شاء الله رجعنا يعني سبت وثلاث. اشوفك يوم الثلاث ان شاء الله على خير. ادعي لي ان الموضوع يتم على خير، عشان قصه ان انا ارجع لفيديوين في الاسبوع دي تكون نسال الله التسهيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.